الطريق ما بين الاسم وما بين الفندق برميزة على الشمالي نفق الجلاء في شارع الجيزة. فوجئت بمجموعة جاية على رأسهم المدعو علاء زغلول. وأول ما شافوني جريوا ناحيتي وراح شاتم يا ابني كذا وكذا، هنجيب دمك زي ما جبت مش عارف عملت الايه لابو ضيف على الصحفي اللي قتل في احداث الاتحاديه حسين ابو ضيف، الحسيني ابو ضيف. فطبعا انا رد فعل انساني تماما، رحت جريت الناحيه الثانيه احتمي في رفع سلاح، جريت الناحيه الثانيه احتمي تماما باي حد كان جنب الاسم، جريت على الاسم الحقوني، في ناس بتتعرض لي. فكأي مواطن مصري يحتمي بالشرطه. واحد منهم قال لي هو انت عبد الرحمن عز؟ ما كانش فاكر ضابط او فرد شرطه ما تعرضش عليه، قال لي كان لابس ملكي. قلت له ايوه انا عبد الرحمن عز. فجريوا معايا فين؟ اهدى بس فين؟ قلت له موجودين ورا في الشارع اللي هو اللي فيه النفق على طول. فاخدهم جم معايا. في ساعتها كان بعضهم جري والبعض الاخر منهم علاء زغلول دوت قال حرامي حرامي، احنا كنا بنجري وراه عشان سرق مني شنطه. قال تعالوا، بدانا نعمل محضر. قلت له حصل تعدي وما حصلش الكلام اللي قال عليه دوت. عمل محضر، بدات اتهمهم فيه ان هو والاثنين اللي معاه اللي هم حولوهم بعد كده، اثنين كانوا معاه حولوهم بعد كده لشهود. وتم تغيير المحضر اللي انا عملته في الاول خالص، بدأنا نعمل محضر جديد بدون علمي في مكتب نائب المأمور. فوجئت ان بيتم واحد تاني بيقول ان ده محامي حزب الوفد بيقول عايزين ندمج المحضر السي دي ديت. ففهمت على طول ان في حاجه بتحصل. طب يا جماعه محامي يجي، طب اتصل باي حد عشان يخش. مفيش سماح لاي حد ولا محامي حتى ان هو يخش عشان اعرف حقوقي واعرف بالظبط ايه اللي المفروض يحصل او ايه اللي بيحصل دلوقتي، اللي انا حاجات عماله تجرى لدرجه ان يعني هو بقى في المؤتمر. اضيف انك اتصلت بيا لما جيت ابعت محامي، انت ما تعرفش القصه دي، كانوا اتجمعوا بره ومنعوا المحامي يدخل وتعرضوا له بالايذاءات. لما عرفوا بعد كده ودخل بصعوبه عرفوا ان هو المحامي بتاع عبد الرحمن عز، الشباب اللي كان بره ده برضه. فهم كانوا موجودين في المؤتمر بقى، فنزلوا على طول لدرجه ان بعضهم مصور بالصوت والصوره في احداث المقطم، المذبحه اللي حصلت في المقطم، السحل والضرب بالمطاوي وغيره، كان متصور صوت وصوره. بعضهم كان موجود داخل الاسم وبيهددني وبيسبني وبيشتمني داخل الاسم في وجود المأمور، يعني في وجود نائب المأمور. هو كان عباره عن فخ معمول لعبد الرحمن عز، ويبدو ان هو كان كذلك. ولكن قدر الله ما شاء فعل. طيب حدث الكلام ده، موضوع الوفد حدث الكلام دوت. فوجئت ان انا بيتم حجزي عشان عرض النيابه باكر. قلت خلاص على ذمه الكلام دوت. اما رحت النيابه، رئيس النيابه لقيته بيحقق معايا بيقول لي انت متهم في حرق حزب الوفد. قلت له انا مش جاي هنا عشان حزب الوفد. ما استدعكش ليه اياميها؟ قلت له انا مش جاي هنا، وانا من اول ما حدثت الواقعه واتهمت في الكلام دوت اعلنت من خلال وسائل الاعلام ان انا ما قمتش بالعمل ده، ولا قمت بيه، كنت اعترفت بيه. وان استعدادي الكامل للمثول بين ايدي جهات التحقيق. مش معنى دلوقتي. فقال لي لا، هو دلوقتي اللي عشان هم قدموا سي دي. بدأ السي دي ده بتاع حزب اللي كان عمله الفيديو جريدة الوطن اللي انا بهتف فيه بقول فيه حتى بيوت ربنا ضربوها، حتى العلماء حصروها غضبا واحتجاجا على الجريمه النكراء اللي حدثت لحصار المسجد ده. الحصار بقى هو ده اللي اسمه حصار. انت كنت بتقول حصار ومش حصار، تحرير المصطلحات. هو ده الحصار للمسجد، مسجد بيت ربنا اللي حصل فيه في اسكندريه. يمنع المن بداخل المسجد من الخروج. انت فاهم غلط. يمنع من داخل المسجد من الخروج ويمنع من خارج المسجد من الدخول. دول متظاهرين يا عم بيقولوا دول مجرمين. لا انت فاهم غلط. دول مجرمين. لا المجرمين انا وانت. ان يمنع الشيخ احمد المحلاوي من الخروج لمده 14 ساعه. هو ده اللي حصل. لا ازاي بقى؟ ازاي تتظاهر؟ بقت طيب. المسيره بالنسبه لي انا حرام. اسالك كم سؤال سريع كده. انت لم يعني التهمه اللي اتهموك بيها حرق حزب الوفد نفيتها شكلا وموضوعا. بل اتهمت من يقول كده ان هو بيشوه سمعتي، ان هو بيحرض عليا ان هو بينشر اخبار كاذبه. هو ده اللي انا عملته. شهود زور ودليل غير موجود اصلا تماما. بعض اتكلم انك برضو دعيت الى تكسير مدينه الانتاج الاعلامي، انك عنيف. ترد تقول ايه؟ هي من ضمن الاتهامات الباطله. تخاريف. واحد قاعد بيخرف، واحد يقعد يألف ويكتب، واحد عارف مش عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه ان ممكن الرجل لا يلقي بالكلمه لا يلقي لها بالا يرمى بها او يلقى بها في النار 70 خريفا. لو شفت حد بيحرق حزب، الايه اللي بتقول ومن يكسب اثما او خطيئه ويرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. الناس ديت لو بتعمل، لو هم بيقولوا على الناس اللي بتقول بالقران وبتقول بسنه النبي صلى الله عليه وسلم تجار دين. اتمنى ان هم يبقوا يعني يعلمونا الدين ويعملوا بالايات ديت. طيب خلينا نسأل سؤال بعيدا عن تعاطف الإعلامي اللي هو عمل نفسه. لا نبغي أي تعاطف إعلامي، لا نبغي سوى وجه الله تعالى. طيب خلينا أسألك سؤال كده سريع. لو أنت شفت حزب بيتحرق
حد بيحرق حزب، لان انا سمعت الكلام ده منك في المحكمه، قلت همنع ده. انا ضد حرق اي حزب، وانا نزلت بطريقه سلميه. البعض بيقول لا، ده عبد الرحمن بيدعو الى الحرق. هل لك ان تؤكد هذا المعنى او ان تشرحه؟ لان البعض فهمه غلط. الاعتداء على مواطن، الاعتداء على من لم يعتدي على احد، اي اعتداء، اي ظلم، اي حرق، اي تدمير، هو من تربيتي وعلمي اللي على قدي ان الكلام دوت حرام، ان الكلام ده ما يصحش، ان الكلام ده ولو انا واجب عليا كمسلم او كمصري ان انا اشوف اي حد بيعتدى عليه، واجب عليا يعني يا سيدي حتى لو الناس العاديه بتبقى في الشارع شهامه ورجوله بتمنع الكلام ده، بتلاقي الناس من نفسها بتقف وتطفي، الناس نفسها بتمنع الاعتداء. انا هاجي واعتدي؟ ده غير مقبول تماما. فانا قلت انا اصلا كعليا كواجب كمسلم وكمصري ان انا ادافع، لو لقيت في تقصير من الامن، لو لقيت في تقصير من جهات التحقيق اتنقل او غيره. عنك سريعا لان الوقت بيجري جدا. عندي حاجتين عايز اسالهم. السؤال الاولاني، اتنقل عنك وانت في سجنك لما كان، وحتى احنا تناقشنا مع البعض في هذه النقطه، لما كان حاطينك في البدايه في حمام وتعبينك وقرفوك في الداخليه، اتنقل عنك انك يعني انقلبت عن الرئيس مرسي، وانك انت ضد الرئيس مرسي، وانك ندمت انك انت اخترت الرئيس مرسي. ما مدى صحة هذا الكلام؟ هم دولت هواة الصيد في الماء العكر. يلاقوا اي مصيبة يحاولوا ان هم يخشوا بحيث يقلبوا المصريين على بعضهم، يحاولوا يزرعوا الفتنة على قد ما يقدروا. الرئيس مرسي رئيس الجمهورية بيتحمل المسؤولية عن المصريين. كلكم راع، كلكم مسؤولون عن رعيته. مسؤول ان هو يحقق اهداف الثوره كرئيس الجمهوريه، مسؤول ان اي ظلم بيحدث في البلد هيتسال عليه قصاد ربنا. نعم. مسؤول ان، خليني بس قبل ما اكمل، لكن لم يحدث تماما ان انا زي ما هم بيحاولوا يظهروا ان انا اشكك في شرعيته او ان انا اتكلم عن شرعيته. لا، من حقي كمصري ومن حقي كمواطن ان انا اعترض عليه، او اعترض على بعض السياسات، او اعترض على بعض احنا شايفين ان في ثوره مضاده قويه ما بيقابلهاش قرارات قويه. احنا شايفين ده كمصريين، كتير من المصريين شايفين كده، وبيتمنوا يبقى في قرارات قويه تقف حائط صد ضد هذه الثوره المضاده اللي موجوده في القضاء وموجوده في النيابه وموجوده في الشرطه وموجوده في جهات كتيره في الدوله. تركها المخلوع اللي هو بيسيب من تركهم، مش عايز اقول اللفظ، بيسيبهم علينا، بيعاقبنا عشان احنا ثرنا ضده. ده موجود، ولكن المسؤوليه بتقع لما ادخل سجن العقرب. انا ما كنتش عارف ان اسمه سجن العقرب، سجن مشدد الحراسه. اتسجن في دوره ميه. دوره ميه عباره عن مرحاض وحوض ومكان بنام عليه مليان ميه. مكان اقل حشره فيه الصراصير والدبان والناموس اللي موجود فيه الان بعض المساجين. بس اتنقلت بعد كده بقيت، ما هو الموضوع مش موضوع عبد الرحمن، الموضوع موضوع مصريين، موضوع دوله. قمنا بيه قلنا كرامه، بنقول شريعه اسلاميه بتكفل للمصريين وتكفل للمسلمين وغيرهم الحقوق وتكفل الحريات وتكفل الكرامه وغيره. بتكفل الحريه. لما انا والله كان في تاجر مخدرات محبوس في المكان دوت، محكوم عليه ب6 سنين. انا ما اقبلش حتى لو هو عمل الجريمه ديت ان هو يحبس في مكان زي ده. من حقه انه يحبس في مكان ادمي. هو كده بيقضي عقوبه حرمانه من الحريه لمده 6 سنين. ازاي عاقبه ان هو يتحط في مكان زي ده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، السجن الثاني بقى الترى الزراعه اللي هو كانت في المعامله فيه كويسه، اشكر اداره السجن عليها، وهو ده حق لينا، حق لينا. لكن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جزاهم الله خيرا على المعامله الكويسه، سواء من مباحث او من مأمور او من غيره. ولكن العكس بقى، حاجه اسمها مصلحه التفتيش دخلت علينا في يوم. عايز اقول لحضرتك اقل كلمه كانت بتتقال سب الدين، الشتيمه. ضباط، عايز اعرف تبع مين الناس ديت. ضباط بيوقفوا الناس الكبيره اللي هم المفروض اسمهم على ذمه التحقيق. انا واحد على ذمه التحقيق، يعني المتهم بريء حتى تثبت ادانته. نقف صف يقول لك وشك للحيط. واخد بال حضرتك؟ يخشوا على اغراض المساجين يبهدلوها كأن زلزال وقع. ده محتاج طبعا لثوره. هل ده يصح بعد الثوره؟ هل ده يرضي الله؟ هل ده يرضي شريعته؟ لا طبعا. ده كلام. ده حاجه ثانيه، ان انت عندك حاجه اسمها جريمه الحبس الاحتياطي. خلصنا تاني عشان الاستاذ اسامه عز العرب معايا. حاضر يا محمد. حاجه اسمها جريمه الحبس الاحتياطي. انت عندك ناس جوه محبوسه على ذمه قضايا بال10 شهور وال20 شهر وال30 شهر و40 شهر، لدرجه وصلت ل9 سنين. ده مش فيه اسمه ده فساد في القضاء. نعم. احنا بنقول بالصوت العالي الشعب يريد تطهير القضاء. ربنا قال لسيدنا، مش متذكر الآية، وطهر بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. مش ده تطهير؟
نعم. قال له سيدنا طهر إبراهيم. بيتي. القضاء اللي فيه البعض يقبل هدايا على سبيل الرشوة، مش ده حدث؟ لا صحيح. يعني ده حدث. البعض اللي بيقبل ان هو يتكلم في السياسة، البعض اللي بيقبل ان هو يحبس مواطن مصري زيي شارك في ثورة 25 يناير على الفساد بدون اي تهمة واحدة او دليل جنائي واحد يحرمه من حريته 12 ساعة، يروع اهلي وزوجتي واخواتي وغيره من الشباب وغيره كل واحد فيهم اللي شايف ممكن يتعرض فيهم الايام ان هو يحبس ظلم. مش ده ترويع؟ مش ده فساد؟ مبروك يا عبد الرحمن انك خرجت، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، ومكملين يعني ثوار احرار هنكمل المشوار باذن الله. شكرا جزيلا عبد ثوار الرحمن. احرار هنكمل المشوار، ولكن علينا اولا عشان نعمل. احنا بنقول ان احنا لا نحسب على احد، ولكن اولا واخيرا احنا بنؤمن ان الاسلام منهج حياه. الاسلام في حياتنا كلها، في اقتصاد، في اجتماع، في سياسه، في غيره، حتى في اقل الحاجات الحمد لله الاسلام لنا فيها دور. فعشان نبقى فعلا نعبر عن ان احنا فعلا اسف اخر دقيقه عشان نعبر فعلا على ان احنا فعلا عايزين نطبق الاسلام بجد، ان احنا نجتمع على رجل واحد، ان احنا نوحد صفنا، ان احنا ما نسيبش مظلوم واحد ولو حتى اختلفنا معاه. من هنا بقول لحضرتك شباب 6 ابريل اللي كانوا محبوسين، منهم زيزو ده صديقي، منهم ممدوح وغيره، الشباب دولت حتى انا اختلف مع خطأهم تماما، اختلف مع اللي هم عملوه، ولكن عرفت ان هم اتحبسوا في نفس المكان اللي انا كنت فيه، في سجن العقرب. وطالب من هنا من خلال منبرك، من خلال ملفات مصرية، ان يتم الافراج عنهم. هنشتغل على ده الملف اللي جاي، خليك معايا بقى فيه لانك انت اللي هتتولى الموضوع ده معايا. شكرا جزيلا عبد الرحمن عز الزميل الاعلامي ومراسل. معلش انا اسف اخر حاجه، الاستاذه علا دي واحده بنت او مدام مصريه وقفت معانا، وممكن انت شفتها اتسحلت على ايدين قوات الشرطه عشان كانت بتعبر عن رايها ورافضه الظلم اللي حصل، ومحدش التفت ليها وقال بنت اتسحلت. ابراهيم المصري البطل صاحب سلاح الكاميرا، بقول له ربنا يشفيك يا ابراهيم، وجزاك الله خير على اللي انت عملته، وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اللي كانوا موجودين. شكرا يا عبد الرحمن. هخرج لفاصل سريع.